انا قررت اعمله في البيت، وخصوصا ان فاضل ايام بسيطة على شم النسيم، وقلت اعمل الفسيخ بدل ما اشتريه. نسمي الله ونصلي على الحبيب. وجبت كده السمك البوري بتاعنا. السمك البوري تعرفيه منين؟ ان الراس بتاعته بتبقى مبططة كده من قدام ومدورة، ما بتبقاش لها بوس كده. تمام. جبت كده السمك ده، كان ما شاء الله كبير، سمكتين كانوا معايا كيلو ونص. تمام كده. سمكتين كيلو ونص بغسلهم كويس جدا، وبدعك الخياشيم كده تحت المية علشان في اي دم ولا حتت مش نظيفة تنزل معانا، ويبقى السمك بتاعنا زي الفل. شايفين بدعكه ازاي؟ بعد ما كده بغسل واحدة واتنين، لازم تدعكيه من الخياشيم كويس جدا، في كتل دم، في حتت مش نظيفة بتنزل معانا في المية. بعد كده ما بغسل السمك بتاعنا كله، بحطه بقى في علبة او في كوباية. المهم ان انت توقفيه، لازم توقفيه، سيبيه 4 ساعات 5 ساعات يوم بليلة. المهم انك تسيبيه يتصفى خالص وينشف معانا. بعد كده بجيبه بقى وببدأ انشف السمك بتاعنا. بس في البداية ابدأ اعمل الخلطة. السمكة هحطت لها معلقتين كبار من الملح، ده ملح اللي هو الصخري بتاع المخلل. حطيت كده 6 معالق كبار. حطيت معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الشطة دي اختياري. تمام. ببدأ اقلبهم وبركنهم على جنب. بجيب السمك بتاعنا وببدأ انشفه كويس جدا. شايفين نشف خالص ونزل كل اللي فيه. انشفه كده الاول من بره، وبعد ما نشفته من بره ببدأ اجيب المناديل وانشف الخياشيم بتاعته، واتأكد ان ما عادش فيه اي دم ولا مية ولا اي حاجة. بعد ما نشفت كل السمك بتاعنا، تمام، وتأكدت ان ما عادش فيه اي حاجة ونضفته كله، بنبدأ اجيب بقى عشان هحشيه. شايفين؟ ببدأ انشفه مرة واتنين وتلاتة لحد ما اتأكد المنديل خلاص ما عادش فيه دم، بيبقى حاجات بسيطة اوي اللي فيه. بجيب السمكية كده وبضغط على السلسلة بتاعة الظهر عشان افصل السلسلة عن السمكة. بجيب الشنطة وبحط فيها حوالي معلقة كده من الملح، وببدأ احشي السمك بتاعنا من الخياشيم بالشكل ده، وبحشي بقه، بتملي السمكية الخياشيم بتاعته بقه. وببدأ اعمل برضو التانية نفس النظام، وببدأ احط السمك، كل سمكة عكس التانية بالشكل ده. تمام. بعد كده ببدأ ألفه بقى في شنطة واتنين وتلات، حط ان شاء الله 5 6 شنط. المهم ليه بقى؟ علشان ما يدخلوش اي نور ولا هوا ولا اي حاجة. ابدأ بقى اقفله كويس جدا. بعد ما قفلته كويس جدا بالشكل ده وخرجت الهوا منه، عادي حطيته في شنطة، وادي التانية وادي التالتة، حطيت حوالي 4 شنط ولا 5 شنط. بعد ما بحطه في الشنط كتير برضو بلف ورق استرتش بالشكل ده، وبتأكد ان مفيش فيه اي هوا. وخلاص انا كتمت الفسيخ بتاعنا. تمام. بعد ما خلاص اتأكدت وقفلت عليه، هسيبه بقى حوالي 12 يوم، لان الجو اليومين دول مش ساقع، الجو كويس، فهو 12 يوم. وهبدأ افتح عليه. هنفتح بقى عليه ان شاء الله هنجربه مع بعض في شم النسيم، وهصوركم فيديو لوحده كده وانا بفتح عليه، وانتظروني في الجزء التاني.